وهبي أمام معضلة الدفاع، غيابات تضرب الأسود وحلول من البطولة وأبطال العالم. ولكن قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد. يدخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مرحلة جديدة بقيادة المدرب محمد وهبي، الذي تولى قيادة أسود الأطلس خلفاً للناخب السابق وليد الركراكي، في وقت يستعد فيه المنتخب لخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور وباراغواي يومي 27 و 31 مارس الجاري، في محطة إعدادية مهمة قبل كأس العالم القادم. سيغيب عن المنتخب الوطني المدافع نايف أكرد بعدما خضع لعملية جراحية ستغيبه عن الميادين، كما لن يكون المدافع جواد اليميق حاضرا بدوره بسبب إصابة أيضا. فيما لن يظهر القائد السابق رومان سايس بقميص المنتخب بعد الآن، بعدما أعلن اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي، منهيا مسيرة طويلة مع أسود الأطلس كان خلالها أحد أعمدة الخط الخلفي. كما يطرح وضع آدم ماسينا بعد علامات الاستفهام في ظل عدم ارتباطه حاليا بأي فريق، الأمر الذي قد يؤثر على جاهزيته التنافسية. أسماء جاهزة لتعويض الغيابات. في المقابل، يتوفر المنتخب الوطني على مجموعة من الأسماء القادرة على سد الخصاص في الخط الخلفي، على غرار المدافع أشرف داري في حال جاهزيته بعد انتقاله معارا من الأهلي المصري إلى نادي كالمار السويدي، إلى جانب عبد الكبير عبقار لاعب ختافي الإسباني، وشادي رياض الذي اقترب من العودة إلى صفوف المنتخب بعد استعادة جاهزيته مع فريقه كريستال بالاس، فضلا عن عبد الحميد أيت بودلال لاعب رين الفرنسي.